ليش راتب لاعب كرة القدم في مباراة واحدة ممكن يعادل راتب ينقذ آلاف أرواح الناس لمدة أشهر، أو ممكن يعادل راتب مدرس يربي أجيال لمدة أشهر؟ ليش؟ برغم هذا جدا مهم وهذا غير مهم مجرد شيء ترفيهي. هذه تسمى نظرية الماء والألماس. شو نظرية الماء والألماس؟ نظرية الماء والألماس يقول لك أنت تقدر تعيش بدون ألماس عادي، بس بدون ماء تقدر تعيش؟ لا، الماء جدا ضروري للحياة. بس تعال قارن بين أسعارهم، ماكو أي مقارنة. الماء سعره جدا رخيص إذا تقارنه بالألماس اللي سعره جدا غالي، أصلا ماكو مقارنة. وهذه نظرية الماء والألماس، والسبب أن الألماس جدا نادر، فهي بالندرة، لأن الألماس نادر جدا والماء متوفر. كذلك لاعب كرة القدم لين هو نادر ما تلقى لاعب مهاري، فندرة أنطته هذه القيمة. لكن هذه القيمة هي قيمة وهمية. فيا ترى بحياتنا كم أشياء احنا نعتبرها هي نادرة، واحنا جاي نصرف عليها ماديا، واحنا جاي نصرف عليها من طاقتنا النفسية ونعطيها من وقتنا، وهي مبرمجين عليها انه هي نادرة، لكنها هي غير مهمة ولا جاي تضيف لنا اي شيء، مجرد اشياء نادرة فاحنا نحسها هي ذات قيمة، بينما احنا عايشين الاشياء المهمة اللي هي بين ايدينا وهي المهمة بحياتنا. فاحذر ان تكون ضحية الماء والألماس.